السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا حلوين؟ بشروني عنكم، عدت لكم من جديد فشفاشة وأحمد من قناة فشفاش. طبعا الحين زي ما تلاحظون بتشوفون انه المحتوى مختلف، ما نزل لكم جراند. طبعا هذه سيارتي وراح اصينها قدامكم، لها الآن شهر واقفة بسبة انه السلف عندي معلق. وغير كذا قبل لا نخش في الامور هذه كلها والتفاصيل هذه كلها، اتمنى تنزل تحت تشترك وتفعل جرس التنبيهات، واذا جديد اشترك واكتبنا كذا كومنت حلو انك جديد وتنورني في القناة. طبعا بالمختصر المفيد حبيت اني اسوي شيء جديد في القناة، انوع شويتين، اخلي المتابعين ينبسطون. هذه سيارتي زي ما انتم شايفينها بورش باناميرا 2012. طبعا زي ما انتم شايفين حالتها حاليا واقفه، هي لها فتره بسبب تعطل السلف، جايه من عندي وعلق ما عاد صار يدق سلف. الحمد لله شريت لي سلف هناك وشريت لي فحمات، بس حاليا بنبدا نركب معاكم السلف ونضبط امور السياره من والى معاكم واحده واحده. بعد ما نخلص منها وتشتغل السياره باذن الله وما يكون في مشاكل في شغلنا، راح نوديها للمغسله نغسلها ونزينها عشان اوريكم الملاحظات اللي في السياره، عشان لو عجبتكم السلسله يصير استشيركم في السناب ومن الامور ذي، عشان ننزل عليها مقاطع مثلا باعدل لون، اعدل شيء معين، اوريكم الملاحظات الطقطقه بحيث انه نطلع بمحتوى كويس. والشيء الثاني انه راح نخلي السياره تطلع بطريقه جدا مرتبه، يصير اخذ شوركم وانتم ما راح تقصرون معي، فلا تحرمون من دعمكم. وباذن الله اي ربح يجيني على مقطع السياره اللي انا راح اشتغل عليها راح اخلي ربحها للسياره نفسها، عشان ايش؟ نضبط الامور، فلا تقصرون، لا تحرمون من دعمكم. يعطيكم العافيه. طبعا بمشاركه عبد الله خوي، يلا حيو منور. الحين عبد الله هو بيكون مساعد، بيمسك لي الكاميرا ويضبط الامور كلها. الحين بس بنسوي بعض الاشياء اللي بنفصل البطاريه وبنجهز بعض الامور هنا. طبعا تنويه، انا هنا ايش مسوي يا شباب؟ شايل بعض الاغراض، الثلاجه يعني شايل بعض الاغراض فاكهه انا، ايوه تسهيلات عشان ما يطول الفيديو مره. وبس والله الحين نبدا نفصل البطاريه معكم ونبدا نشتغل ونفرغ المكان ونشوف السلف القديم وش صار فيه ونركب الجديد باذن الله. قبل ما نبدا نسوي كل شيء نروح نفصل البطاريه من ورا عشان نتجنب الالتماس او اي مشكله تصير في الكمبيوترات. يلا عبود ورا، يلا عبود يلا ورا، يلا. طبعا زي ما انتم شايفين بورش ترى ما هي صعبه، سهله. تكون عندك عده محترمه شيء مرتب وتوكل على الله وانا اخوك على طول اشتغل اذا تعرف، لانه في بعض الاشياء جدا بسيطه، لكن الاشياء الصعبه لا والله بروح ورشه واخلصها هناك. لكن الاشياء البسيطه زي هذه ما يحتاج، فنفصل السالب طبعا. فما يضر اللي يقول لك يضر ما يضر ولا شيء. راح تبرمج روح برمج، ولا تخلي واحد يتعبث في سيارتك. الحين فصلنا البطاريه، الوضع صار امن. فالحين ايش بنسوي؟ ما نقفل طبعا لانها كهرب، خليها زي ما هي. الان فتحنا الكبوت يا شباب عشان تشوفون المفاجاه الكبيره اللي هنا، راح تشوفونها الحين. بسم الله. طبعا عندي ملاحظه كمان، بجيب ان شاء الله مساعدات للكبوت عشان يمسك، لكن في هنا عندي تعميم، لكن برضه راح اخليه يرفع زياده. بحط لي عصايه هنا وخشبه زي ما انتم شايفين. هذا اللي كلمتكم عنه، انا شلت الثلاجه، فكيت الانتيك، فكيت اشياء كثيره. هذا بلف التبخير، كل شيء فاكه انا عشان نفك المسطره حق البنزين ونطلع السلف. زي ما انتم شايفين مكانه مره وسخ تحت، نطلعه وننظف المكان اذا كان في شوائب في شيء، بعدين نركب على النظافه. الحين خلينا نوريهم. اول شيء بنبدا نفتح المستر. ليش انا فصلت البطاريه؟ عشان هنا في بنزين بيطلع شوي، ما نحن نقصد تطلع شرار حريقه او اي شيء لا سمح الله. فالحين بنبدا نفتح هذه معكم وانتم تلاحظون وتشوفون. يعني الوضع مختصر، ما احب اصعب لكم شيء. اللي معاه بورش باناميرا وكثار يعني نفسي يحبون الموديل هذا فجايبين منه، فالان بفتحها قدام. طيب زي ما انتم شايفين الحين راح نبدا نفتح. اسمعوا الان بخليه ينسم حتى البنزين خرج. ايوه هو اكيد راح يطرطش الدنيا كلها. اهم شيء واضح يا عبود؟ اي واضح. كيفني بالله يا عبود؟ فاهم؟ معلم مهندس. الله يا اخي يعجبني مهندس فشفاش يعزز. ايوه هذا التعزيز اللي انا احتاجه في حياتي ترى. طيب الحين بما انه فتحنا هذه من هنا، وين الاخيره حقها؟ هذه شوفها، نفك هذه اللي جايه من هنا، تشوفها؟ بسم الله. هذا الاساسيه. الحين طلعها زي كذا، شوفوا كيف تحررت معانا بكل اريحيه. طبعا فكيناها يا شباب زي ما انتم شايفين. هذه المسطره اللي مضيقه علينا الشغل كامل هنا عشان نطلع السلف. السلف له طريقه كذا، حركه تكتيكيه ويطلع باذن الله. فالحين بس نجنب هذه وبنبدا نفتح السلف ونفك الاسلاك السالب والموجب اللي عليه ونبدا نقول بسم الله. الحين هذه العده زي ما انتم شايفين. تعال كذا عبود عشان السلف. طيب احنا موفرين ومجهزين الامور من بدري عشان ما نتلخبط. ايوه جايبين الحبات من بدري والامور سهلات، فناخذها الحين يا حلوين. جدا الامر سهل بسيط. الحين هذا 10 راح نجي نفتح هذا الحلو. هذا وفتحناه.
طيب هذا اول شيء فتحناه الحين، باقي الكبير هذا. وين الوصله؟ هذه الوصله، هذا وصلته الحين. نقول بسم الله، جنب هذه هنا، المسمار نخليه وين طول العمر، حطيه هنا جنب حق بنزين. الجهدين. نقول بسم الله. اهم شيء تكون عندك العده موجوده حتضبط امورك كلها. معاكم فشفاش الميكانيكي. ميكانيكي في جراند وفي الحياه. اي والله يا اخي متعه انك تشتغل على سياراتك وتضبطها. ايوه الحين هذا هو نخليه جنب اخوه هنا، ونجنب هذا في هذا المكان. الحين لازم نجيب وصل، لانه في مسمار جوا، في مسمار هنا خارج، هي اثنين، هذا واحد وهذا الثاني هنا، الثاني تحت طبعا ما حيبان الا من هنا مع السباير. بس نفكه ونرجع لكم من جديد. طيب هنا الان لازم نحن نوقف شويتين ونرجع لكم يا شباب عشان نشوف ليش هو معلق زي كذا وثابت زي كذا، عشان ما يطول معنا الوقت ونختصر لكم فتستفيدون اكثر. زي ما انتم شايفين يا شباب طلعناه بعد معاناه، شوفوا حالته صدى واملاح، ويحق له انه يعلق ويحترق ويطلع ريحه. وغير كذا لقينا بطحه هنا تحت، طبعا ثقيل مره. خلينا نجربه هنا. طبعا شوفوا البطحه اللي موجوده هنا، فانا قفلت محل مكان الحذاف بحيث انه ما تدخل وسايخ. شوفوا والدنيا وسخه. انا ان شاء الله بنظف الحين هنا وبضبط الامور كامل وبركب السلف الثاني على نظافه. شوفوا الرمل، يا الله يا ساتر. طبعا انا شاري السياره مستعمله نظيفه، لكن هذا بانه ما قد تنظف المكان ذا. عدنا عليكم من جديد يا شباب. طبعا تاخرنا شوي لانه صراحه والله طلعنا كميه طين من هنا. ايوه عبود الريف هنا كان كله طين وهذه الجهه، لكن ما حبيت احط مواد او منظفات، خايف على الحساسات والاشياء اللي هنا الكهرباء. فزي ما انتم شايفين، خلينا نوريهم. شايفين كيف هذا المكان كان مره معدوم، مليان يعني مغطى، ما تشوف التفاصيل هذه. فنظفت، امشي شلت الرمل اللي ما له داعي والاشياء اللي ما لها داعي، ونظفت جهه الحساسات خلاص، بحيث اني اضمن احط السلف الجديد بدون ما تكون في اي مشكله. طبعا زي ما انتم شايفين هذا السلف القديم زي ما وريتكم في البدايه معدوم. هذا السلف الجديد بسم الله شلون ينفتح ذا، وين مكان الفتح. ايوه هذا هو. طبعا شايفين الفرق انتم، شايفين كيف جديد ونظيف وعلى هالكلام. هذا شوي بعد ما نخلص الحين بعض الترتيبات هنا على طول بنركبه، بوزن لكم كيف. بس شو التركيب شوي معقد من هنا لانه شايفين المسافه ما كيف طويله، فلازم اني اطلع ذي الجهه عشان اخذ راحتي. بس اوصل اني اوزنه احطه في مكانه الصحيح يا حلوين، راح ابدا اشد المسامير واوريكم اشد المسامير، وبعدها راح نطبق هذا كله مع بعض وانتم تشوفوا كذا بمختصر على السريع، ونجرب السياره ونتوكل على الله وباذن الله امورنا كلها تمام. طبعا هلكنا النامس. المهم زي ما تشوفوا ركبنا السلف. طبعا لا تقصرون يا شباب باللايك الله يسعدكم، كومنت وانشروا المقطع في كل مكان. ايوه والكومنت الحلو اهم شيء. واذا عجبكم لسه احنا ما خلصنا السياره، هذا الحين اول شيء حبيت اسويه معاه. ان شاء الله الملاحظات الثانيه اوريكم بعد ما نخلص بنشغلها ونرتب الامور. الحين بس نبغى نشد ونخلص ونجيب لكم باقي القطع واوريكم اياها بعدين نطبقها. الحمد لله اخيرا يا رب لك الحمد، خلصنا طبقنا مسطره البنزين وشديناها وتاكدنا منها كامل زي ما انتم شايفين. الحين وهذا عندكم السلف الحمد لله ركب، وان شاء الله بعد ما نطبق كل شيء راح نوصل الكهرب. تاكد من كل شيء. عندكم هذه الثلاجه زي ما انتم شايفينها، ننزل نرجعها مكانها ونرجع بلف التبخير هنا. هذا هو زي ما انتم شايفين، هذا بلف التبخير راح يركب هنا، وراح نطبق اغراض الامتلاك هنا والاسلاك واوفيكم وارجع لكم. وبعدها راح نجرب نشغل الكود ستارت. الحمد لله زي ما انتم شايفين طبقنا. عبودي كذا اوريهم، طبقنا كامل، ركبنا البلف، ركبنا الحساسات، ركبنا كل شيء، وصلت كل حاجه. الحين بس باقي اوصل البطاريه معاكم ونقول بسم الله ونشوف. بس خلينا نشوف الثاني ونقول بسم الله ان شاء الله كل شيء تمام، وانه يكون هو السلف اللي كان ضارب لانه اصلا كان يعلق والامور طيبه. هذا خلاص الحين راح لحظة المنتظرة. ايوه بصور لكم لقطات حلوه كذا عليه. بسم الله كل شيء شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحين نشد، مو شده قويه، خلاص شده خفيفه ويمسك خلاص كذا ثبت. الحين نرجع القطعه هذه مكانها كذا، وصلنا كل شيء مكانه. الحين يا حلوين نبي نجرب نقول بسم الله ونتوكل على الله. على عبودي لحظه نفتح وين جرب نقول بسم الله. لا اله الا الله. والله تبي تطبيقات الهيدروليك مره رايح. بسم الله الرحمن الرحيم. سمع الصوت كيف؟ فرق عن اول.
الله تبارك الله، الصوت ناعم جدا. الحين الهيدروليك قاعد يرفع، شوف السيارة رفعت الآن، قاعد يعبي ويرفع لأنها لها فترة واقفة ونازلة. إن شاء الله الأمور تمام ما شاء الله تبارك الله. عبود صوت ما شاء الله. سمعت الصوت؟ تبارك الله. ما كانت ما شاء الله تبارك الله تشتغل كذا، الله يعطينا كانت كذا شرة. ما شاء اللي الله. أول صورني هنا، اللي أول إيش كان وضعه السيلفي كنت أشغل كان فيه خشونة شيء، بقوة تشتغل. سمعت كيف صوت وراي؟ اي ما شاء شيء الله. مرتب. اذكروا الله يا جماعة. تبارك الله. اذكروا الله يا شباب، قولوا ما شاء الله على اي شيء تشوفوه في السياره، سواء انها قديمه لها برمجه على طول. حتى احنا شوف نظفنا ذاك المكان كان مره وسخ، مليان تراب على اشياء جدا يعني مره وسخه. طلعنا تراب طين ما ادري ايش وصلوا. انا قبل كذا قد نظفت لكن زاد. ما كنت فك المسطره. فكيت المسطره حق البنزين قدرت اوصل لاماكن اكثر وطلعت شيء كثير، خليت المكان نظيف. حتى ما شاء الله تبارك الله تشغيل تفتح. صرنا مصنع. اول كنت اشغل كانت تطول التشغيل بسبب انه عاد ما يصير. الحمد لله على كل حال يصير، بس باقيين الفحمات زي ما انتم شايفين الحين، بس ببخ عليها ملمع، ببخ عليها شيء عشان يذوب لي بس الصدى ذا حق الوقفه بسبب المطر اللي جاء. طبعا نشيك على الوضع كامل، نشيك على المويه، شم الريحه. يا دول كنت اشغل اشم ريحه مي كويسه من هنا. اي في روائح. نزلها شوي كذا عقود. ايوه نشوف المويه وضعها تمام. الحين يا حلوين نبغى السياره بس تسخن ونشوف ايش علمها ونرجع لكم من جديد عشان نجربها ونشوف ايش وضعها. السلام عليكم، عدنا عليكم من جديد يا شباب. معليش المعذره والسموحه منكم، امس اشتغلنا خلصنا على الساعه 12 بس صراحه خلصنا واحنا مكسرين والنامس ذابحنا. المهم قلت خليها على النهار عشان يكون على وضح النهار تشوفونها بشكل كامل زي ما انتم شايفين. في هنا زي ما انتم شايفين هذه الملاحظه عندكم مويه لاصقه كذا، يبغى لها بس تلميع وتروح تلميع جنود داخليه وخارجيه. وهذا الموتر عشان يكون واضح معاكم مع الشمس زي ما انتم شايفين. بعد الغسيل راح تشوفون كمان بعد الشيء اللي موجود عليه. طبعا بعض العلامات عندي ناقصه موجوده، انا رافعها عندي في البيت بعدين بركبها اضبطها ونشتري غيرها. طبعا عندي هنا ملاحظه في كسر خفيف في الاسطب بس الحمد لله مو واصل لفوق، تحت مو مؤثر. هذه السياره دار مدار يا حلوين. فالحين ايش بسوي؟ ابغى اطفي السياره وبخلي اخوي يشغلها عشان تسمعون كيف ناعمه في التشغيل، صوتها كذا السلف ما شاء الله تبارك الله. اهم شيء اذكروا الله يا حلوين. يلا هاشم جو هيد طفي السياره وشغلها، راح تسمعون كيف صوتها مره ناعم. شغلها. ايش تسوي انت؟ طب قول لي المفتاح مو في، نسيت المفتاح معاي. حاولت تشتغل. طيب رجع السلف طق من جديد. ها يلا ما عليه. سمعين صوت السلف ما شاء الله تبارك الله مره ناعم وتوفقت فيه الامانه. وبس. والشيء الثاني اللي يبغانا فيه يا حلوين انه لقينا ناس توزن لنا الكفرات بطريقه سليمه ما يكون فيها انحراف. تعبت وديتها عند والله 1000 شخص يوزنها ما يعرف يوزنها، لانه اذا ما وزن الكفرات الخلفيه صح راح يكون في حذفه في السياره. وبس. واكثرهم يعني اذا كان ما تضبط الوزنيه حقها مرات يكون الجلود الخلفيه تعبانه. انا الامانه والله عندي الجلود تعبانه اللي هي حق المقصات هذه، اللي هي هذه بحط يدي عليها تشوفونها. هذه 1 2 الثاني هنا والثالث شايفينه ممتد. خلنا اسوي زوم اللي هو هذا والثالث تشوفوه. هذا اللي فوق العلويه يمين ويسار. هذه باذن الله اغيرها راح تنوزن ان شاء الله 100%. زي ما انتم شايفين الكفر داخل شوي على جوا ومن هناك داخل شوي على جوا. الحين بنروح المغسله راح نغسل السياره وراح نسوي عليها كذا فرتين كذا ومن برا ومن جوا عشان تشوفون كيف شكل السياره. وباذن الله نبدا فيها سلسله حلوه في القناه ونرجع التوب السياره هذه. والان يا حلوين وصلنا للمغسله. طبعا هذه داخلية السيارة وإن شاء الله تكون فاضية ما يكون فيه زحمة. نبي نغسلها غسيل خارجي فقط لأن من الداخل نظيف السيارة ما فيها شيء. كان الود ودي نوقفها في اليسار عشان يكون المنظر حلو في التصوير. بس نوقف السيارة وننزل نتفق معه.
ورجعنا لكم من جديد بعد ما غسلنا السيارة. ما قدرت تاخذ راحتي صراحة في المغسلة، زحمة وصوت هواء وازعاج. المهم زي ما انتم شايفين يا حلوين السيارة كيف نظيفة وبيبان فيها كل شيء على الواضح. طبعا الملاحظات اللي حبيت اكلمكم عنها اللي هي هنا يا شباب زي ما انتم شايفين، اذا كانت واضحة معاكم. هذا نجيها على طريقة الانعكاس. الزبدة هنا في اخداش، ما ادري اذا كانت واضحة في التصوير ولا. احاول اوريكم في بهتان هنا، وعندي هنا البهتان زي ما انتم شايفين. البهتان هذا شايفين كيف واضح. هذا باذن الله اذا كان اللكر للساعة موجود بس هو اللي مبهت نقدر نحل المشكلة هذه. وهي متصلة من هنا، شوفوها من فوق مع القائم حق الشنطة. واضحة معاكم السقف يلمع والقائم حق الشنطة لا. هذا راح نشتغل. اما الجنب الثاني لا، ما في شيء الحمد لله. فهذه هي الملاحظات اللي عندي، يبالها بس تعديل وتضبيط كخارجيه. فانتوا وش تشوفون وش رايكم؟ وغير كذا انتوا شفتوا السياره دار مدار، ايش الملاحظات اللي انا ما انتبهت عليها وما ذكرتها اذكروا لي اياها. هذه بتلميع باذن الله، راح نحلها بتلميع اللي هي هنا، وامورها ترجع تب التب. وهذه هي السياره زي ما انتم شايفين بعد ما غيرنا لها السلف، بس باقي لها ان شاء الله باذن الله فحمات وتصير تب التب. هاشم خلينا نسمعهم كذا صوت الاكزوز. طبعا صوت الاكزوز ما هو شيء واو ولا، عادي جدا متناغم مع السياره، الا اذا انا حاب اعدل وسوي. بس انا ما بوصل للمرحله ذي اني افرغ ولا اركب بيبات، لا خلها على طبيعتها. عطها دعسه كذا زي ما انتم سامعين ما شاء الله تبارك الله. الصوت كيف يا صلاتي على النبي. طيب هاشم بس طفي الدبه. طبعا هي لا تحكم من جوا، خلنا اوريهم اياه. هذا التحكم زي ما انتم شايفينه اللي هو هذا. طبعا هذه الداخليه من جوا زي ما انتم شايفين حلوه ورايقه وفنانه. الحين جرب ادعس ودبه مسكره، شايفين كيف؟ افتح عطى. ايوه هذه طبعا صوتها على الكومفورت. لو احطه على سبورت بلس راح يكون الصوت احلى كذا وازود بشويتين يعني. الحين بنطلع كذا نجرب لكم دوسه كذا عليها خفيفه من برا. طبعا ما راح اصور من جوا، من برا بس كذا خفيفه على سرعه 100، ما راح ازود عنها. فايش رايكم؟ خلينا كذا الحين نسكر الباب. سكر الباب باشا، اعطيكم اياه من بعيد دار مدار. فها وش رايكم نستمر عليها في القناه ونطلع اشياء حلوه على السياره؟ اهم شيء يا شباب اذكروا الله واللايك، واللي مو مشترك يشترك، واذا كنت جديد بالقناه يشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدي. وبس والله يعطيكم العافيه. الحين نتوجه ونجرب عليها كذا دوسه. وهنا يا شباب اعتذر منكم، كانت جودة الصوت جدا رديئة او سيئة بسبة الهواء وصوتي بعيد، فحبيت اني اسجل لكم من البي سي عشان يكون اوضح واصفى. طبعا بعد الغسيل جينا هنا جربنا السيارة على الكومفورت والسبورت وسبورت بلس. مكان جدا فاضي وخالي، ما في احد، مخطط جديد بعيدا عن الناس ولا احد يسوي الاشياء هذه يا شباب في الاماكن العامة وتواجد الناس، بس حرصا مني لكم. والشيء الثاني اذا عجبكم المقطع ضغطوا لايك وانشروا المقطع بكل مكان واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس واكتبوا لنا كومنتات حلوة، ولا تنسوا تضيفوني في السناب. مضبوطة؟ ما يحتاج صلاة على النبي. طبعا يا شباب هذا كل اللي عندنا اليوم. خلصنا الحمد لله زي ما وريتكم، ركبنا السلك وجربنا السياره وغسلنا، وريتكم بعض الملاحظات. ان شاء الله المقاطع الجايه انكم اول حاجه تضيفوني في الاصفر حلو، راح احط لكم اللي هو سناب شات تكونوا فيه حلوين عشان لما اجي اصور اي شيء يتعلق بالسياره يكون مسبق له في السناب، اخذ شوركم فيه اذا ممكن في اشياء انا ما اعرفها وبس. فعشان كذا مضيفني يضيفني، وغير كذا لا تنسى اللايك والاشتراك. اشترك اذا مشترك، يعطيكم العافيه وبيس.